مسألة مين اللي بنى الهرم يعني مختلف فيها برضه، وهم بينسبوا له خوفه لمجرد انهم شافوا خرطوش مكتوب عليه خنم خوفو. لكن خنم خوفو معناها بالهيروغليفية الله جل جلاله. الله، يعني ممكن الحكاية تبقى شيء مختلف خالص، خاصة ان خنم خوفو ده مش معروف بالنسبة للملوك الأسرات ومالوش لا سيرة ولا تاريخ. وبعدين مسألة التاريخ المصري القديم الخلاف عليها على أشده، لأن الجماعة اللي بيقولوا إن الحضارة المصرية ابتدت من 7000 سنة وإنها حضارة وثنية تعددية، وفي الإحصائية بتاعت العالم بروجش عدد الآلهة عند قدماء المصريين 2800 إله. في الناحية التانية في كلام مختلف خالص. يعني المؤرخ مانيتون وهو أوثق المؤرخين الفراعنة في يمن عن التاريخ الفرعوني، يعني هذا المؤرخ بيقول إن الحضارة المصرية ابتدت من 12500 سنة. وبعدين في أدلة قاطعة على إن الحضارة دي حضارة توحيدية، ما هياش حضارة وثنية. صحيح احنا بنشوف في التاريخ والهيروغليفيات والبرديات حكاية 2800 إله، لكن لما نقرأ كتاب الموتى نستعجب لما بيخاطبوا الله سبحانه وتعالى يقولوا أنت الأول وليس قبلك شيء. ده في كتاب الموتى، أقدم كتاب فرعوني. يقولوا أنت الأول، بيخاطبوا الخالق سبحانه وتعالى، أنت الأول وليس قبلك شيء، وأنت الآخر وليس بعدك شيء. وبعدين ربنا يقول في هذا الكتاب خلقت كل شيء وحدي ولم يكن بجواري أحد. ده كلام صريح. الله، طب ايه ال 2800؟ فهل معنى كده ان ال 2800 هي 2800 صفة من صفات الإله الواحد؟ ويبقى في السعادي ده فهمنا كتاب الموتى، لأن كتاب الموتى صريح لما بيقول خلقت كل شيء وحدي ولم يكن بجواري أحد. انتهى الموضوع. زي ما احنا عارفين من مصلحة الكهنوت انه هو يبقى فيه 2800 إله، كل إله له مسجد وكل إله له قرابين، ولم من الناس بقى يسترزقهم ويلموا ضرائب ويلموا جبايات. وكذلك الملك والحاكم يهمه ان يكون في 2800 حزب ويخبطوا البعض عشان هو تسلم له الامور وهو قاعد فوق ويستغل الناس. وتكون النتيجة ان التاريخ الفرعوني كله مزيف، واللي وصلنا من هذا التاريخ محرف تماما، ولأن اللي كتبه الأقوياء اللي هم كهنوت أو حكام، يعني القصر والكهنة هم اللي وصلوا لنا هذا الكم المحرف من المعلومات، وهم اللي خلقوا من 2800 صفة آلهة مستقلة، كل إله عاوز معبد وقرابين. وطبعا يدل على كده عشرات المثلات تشير بالإصبع إلى السماء. ده نوع من التوحيد، زي ما واحد يقول موجود، هو موجود بالشكل ده. فهي المثلات دي كلها مآذن التوحيد ومصاعد الدعاء اللي موجودة في مصر الفرعونية من أول شمال النيل لآخره. وبعدين الله، طب ومنين طلع أخناتون؟ إيه اللي فجأة راح طلع لنا في وسط التاريخ واحد موحد اللي بيسميه أخناتون؟ هل طلع من فراغ؟ مش ممكن. أخناتون ما طلعش من فراغ. أخناتون طلع من تراث فعلا موجود وعبر عن إحساس موجود. فاللي حاصل إن القصر والكهنة كانوا في ناحية والشعب كان في ناحية تانية، بدليل كلام القرآن نفسه. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم. بصراحة هنا الآية صريحة، وقال رجل مؤمن من آل فرعون. الله، ده مصري، ما دام من ألف يبقى فيه المصريين نفسهم كانوا مؤمنين ويكتمون إيمانهم خوفا من الحكام والفراعنة. ولكن هذا الشعب مقهور عن طريق سلطة القصر وتحريف الكهنة، وإحنا قدام تاريخ لازم يعاد كتابته من الأول للآخر. وبعدين يعني حتى لما نشوف الآلهة دول نلاقي أساميهم تستوقف النظر. يعني مثلا أتوم وزيريس
نوح. الله، طب ما هو دول آدم وإدريس ونوح. خاصة إن آتوم الإله، آتوم الآلهة الكبير، التعريف بتاعه في الفرعونيات إنه أول من نزل على الأرض. الله، ما يبقى صريحة بقى. يبقى إذن فعلا كعادة الجماعة التاريخ القديم كان لما الناس الواحد عظيم يموت بعد كده يتحول لأسطورة وبعدين يألهوه. فده اللي حصل لآدم اللي بقى آتوم. آدم آتوم. أوزيريس هو إدريس، لأنه وصفوه برضو أوزيريس بأنه هو اللي علم الناس الكتابة بالقلم ولبس المخيط وتقسيم الفصول والتقويم الشمسي والنجوم والحاجات دي كلها. ودي الحاجات دي كلها تنسب إلى النبي إدريس، ومعروف أن النبي إدريس كان في مصر، وأنه هو اللي علم الناس الكتابة بالقلم والتقويم الشمسي والفصول والنجوم والحاجات دي كلها. فلا غرابة أن يكون أوزيريس هو إدريس. وبعدين نوح حتى بيكتبوها NOHA، هو تعريفه في الفرعونيات إنه هو إله الماء والفيضان ومنقذ البشرية. إذن ده هو لابس تمام على نوح بتاع الطوفان. فيبقوا فعلا، يبقى فعلا الأتوم وأوزيريس ونوح هم آدم وإدريس ونوح. ويبقى كل اللي حصل إن كان كل ما نبي من دول يموت يتحول إلى أسطورة وبعدين يتحول إلى إله يعبد. وهذا هو التخريف المستمر عبر التاريخ، وهذا هو الإفك القديم زي ما بيقول القرآن، الإفك القديم وهو تأليه الأنبياء. ففي الواقع يعني إن التاريخ المصري يلزم إعادة كتابته، ويلزم يتعرض له نقاد كبار ويحللوه بالضبط. وبعدين الكلمة المكتوبة في الهرم خينهم خوفه بمعنى الله جل جلاله. المسألة ممكن تودي المخ لحاجة تانية خالص. طبعا من نظريات اللي حكاية مين اللي بنى الهرم برضو طلعوا نظرية ان اللي بناه هم العلماء الناجون من قارة الأطلنطس. حكاية قارة الأطلنطس هي عبارة عن قارة في المحيط وغرقت، واتكلم عنها أفلاطون في مذكراته لما كان في مصر، سمع عنها عن طريق الكهنة، وإن الجزيرة دي كانت جزيرة يعني متقدمة في الحضارة ووصلت إلى علوم هائلة، وبعدين دخل الناس في حروب وتحول العلم القوى الهائلة اللي ربنا اداها لهم إلى شر، فربنا غرقهم كلهم ونجا بعضهم، وبعضهم جه مصر وبيقولوا هو ده اللي بنى الهرم. في الواقع ان الهرم لم يكن ملهما للعلماء فقط، ولكن كان ملهم، له إلهامات دينية عند الكثير من خصوصا الأوروبيين. مثلا جماعة في أوروبا اسمها جماعة الروزيكروشن. هذه الجماعة عددها حوالي 14 مليون في العالم، وهم بيعبدوا ربنا على سنة إخناتون. ومن ضمن هؤلاء ال 14 مليون في أسماء معروفة زي سير آيزاك نيوتن واللي اسمه ويليام بيتري وبول روبسون. دول بيحجوا كل سنة، يعملوا العمرة بتاعتهم في الهرم، وبييجوا في يوم معلوم ولابسين نوع معين من الإحرام، حاجة زي فوطة بيضة كده ووردة حمراء، وبيخشوا الغرفة بتاع الملك يصلوا ويقروا التلاوات بتاعتهم. والتلاوات هي بعض السطور من كتاب أخناتون اللي هو كتاب الأناشيد. بيقروا التلاوة دي، هو الإله الأحد لا شريك له، أخفى من أن يعرف جلاله وأسمى من أن يناقش أمره. يخر الإنسان صاعقا من الرهبة إذا نطق اسمه الخفي. خلق الأرض وما عليها، ما نرى منها وما لا نرى، وحدد مصير الكائنات كلها بحكمة. ما أعظم أعماله، فهو الإله الأحد الذي لا شبيه له. دي التلاوات دي موجودة في كتاب الأناشيد بتاع أخناتون. فيرددوا هذه التلاوات، وانتهى هذا الطقس بتاعهم، وكل سنة لازم يجوا يعملوا عمرة في الهرم بتاعنا. طبعا هي حاجة غريبة. وإلى حلقة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.